الاخوان واحد الاستاذ كان قال لي والله لا تفرتي السهرات وكي دير استاذ راك عزاز. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك استاذ. ايه استاذ الله يسهل على الجميع. الإخوان، اش هاد المهزلة اللي واقعة مع هاد المؤثرين كاع اللي شد شي تليفون يهزوه يبدا يصور في عباد الله ويشهر بيهم، وملي المغاربة يهضروا ما يعجبهمش الحال او داك الشخص ما يعجبوش الحال يقول لك ما عندكمش الحق انكم تعرضوا ليا او ما عندكمش الحق تنتقدوني. السيد راكب في طونوبيلتو كيف ما كتشوفوا الا رجعتوا للفيديو غادي يبان لكم بانه معاه ومراه، معاه شي حد راكب معاه القدام ومعاه جوج وليدات صغار. فالسيد سلم عليه السيد كيعرفوا الله اعلم عاقل عليه ولا ما عاقلش ولا كيعرفوا بشكل شخصي ولا لا. فسلم عليه السيد حتى هو هز يدو سلم عليه، وايد الاخر كيتنمر عليه وكيضحك عليه وكيصوروا من الفوق بدون علمه. وهزيتي داكشي وحطيتيه في لاباج ديالك ديال تيك توك والانستغرام بدون نهائيا ما تستاشر ولا تعبر داك الاستاذ ولا صافي. انت كيف كنقولوا درتيه في كرشك بقلة الترابي ديالك. وملي الناس تهجموا عليه وقالوا ليه ما عندكش الحق تصور السيد بلا اخباره وما عندكش الحق اصلا تتنازع عليه، وفعلا داكشي اللي قال لك الاستاذ لا كان بصح انه قالها لك، لانه هاد القضيه ديال واحد الاستاذ قال لي في واحد العهد انه والله لا طفرتيه وانا طفرته، هذه نكته، هذه كنسمعوها من شحال هذه. فيعني ماشي حقيقه، يعني ماشي بالضروره انها تكون حقيقه. هذاك الاستاذ راه قال لك ديك الكلمه لانه شفناها في افلام وشفنا هذه المسائل عن سابق، عن سابق عفوا. فالخوت هذا المقزز هذا اللي مفرتكه ليه بوطه في فمه الاخوان، هاد خايب السيفه، وسمحوا لي حيت انا غادي نتنمر بما انه هو عطى الحق لنفسه انه يتنمر على راجل كبر منه. فالخوت هاد خايب السيفه من بعد ما الناس داروا فيه وقالوا لي ما عندكش الحق، وفعلا استاذي لا كان قايلها بصح، يعني الخوت فرا عنده الحق لانه بصح ما طفرتيهش. باش طفرتيه زعما شنو؟ عالم ديال النازا، استاذ حتى انت، كونطابل، شكون انت؟ مدير ديال شي حاجه، موظف، مقدم، شكون انت؟ بوليسي، اش طبيب، اش قول لي شنو في اش حوات وبوجهك حمر كطاول على اسيادك، الناس اللي تعبوا وقراو. وانا من هذا المنبر انا ما كنعايرش الحواته نهائيا، ما كنعايروش هنا الاخوان، ولكن لا، هاد السيد كيخصو يعرف قيمته ومقامه. واجب علينا احنا كمغاربه نفكروه الا نسى اصله وفصله ونسى شكون هو، نفكروه انت انسان مواطن كتبيع الحوت. فما يمكنش انني انا كنبيع الحوت نضحك على استاذ، ما يمكنش، مستحيل هاد المساله وتبغي المغاربه انهم يتقبلوها. فالخوت ملي المغاربه ناضوا لهاد السيد وعطاوه وعطاوه، وتحركات واحد الجمعيه وقالت بانه غالبا غادي تقدر دير شكايه به بهذا الخصوص، لانه كيتنمر على الاساتذه وكيضحك على هيئه منظمه، لانه قطاع التعليم راه قطاع منظم كيف ما قطاع المحاماه او لا قطاع الطبي ولا زيد وزيد. فقالوا بانهم غيديروا به شكايه. فشنو دار؟ نطي مشيتي عاوتاني هزيتي داك المشقوف ديال تليفونك ومشيتي ما عرفتش الاخوان هذيك البلاصه اللي مشى ليها واش مؤسسه واش فين، وهاز التليفون وكتصور، وهاز واحد البوكي ديال الورد، واحد الحاله، واحد اللبس، واحد عرفتي، والضحك فيك. والله يا الخوتي الا كيديروا شي وحدين قسما بالله كيديروا الضحك في راسهم. دابا انت في عمرك غادي تكون في اواخر العشرينات غالبا، انت يا اما في 30 يا اما بادي في 30 يا اما في الاخر ديال العشرين. انت المفروض ان اللبس ديالك يكون لبس يليق بالسن ديالك. واش ديك التيشيرتي، واش ديك المشيه، واش ديك الفم، واش ديك العينين، واش ديك الحاله،
وجسمك غير متناسق. شي انت اصلا اش غادي نقول لكم الخوت، اش غادي نقول لكم الاخوان؟ ما تنساوش تخبطوا معكم ديك لايك. للناس اللي ما دايرش ابوني دير ابوني. مشى وبطبيعه الحال الاستاذ ما استقبلوش، فهنا السيد غادي يرجع يطاول على داك الاستاذ لانه قليل الترابي، لانه ما مربيش، لانه والديه ما مربينوش. وان شاء الله ان شاء الله الاستاذ غادي يربيك والقضاء غادي يربيك ان شاء الله. وكنتمنى انهم يعطوك اقصى العقوبات في حقك باش تتعلم، لانك انت كتقدم لنا واحد القدوه سيئه للشباب انهم يطاولوا على الاساتذه ديالهم، وايضا كتنمر وكتحرض ومجموعه من الجرائم اللي ارتكبتيها في حق واحد الانسان ما دار لك والو. اجي تقولي لنا لا وانت نتوما اللي انتقدتوا الفعل ديالي حتى نتوما تنمرتوا عليا، حيت ماشي كنتي جالس في دارك وجينا حنايا دوينا عليك، لا الشريف راك انت اللي خرجتي لينا بهذيك الصوره وبغيتينا نشوفو ونسكتو. وشويه انت لاباس؟ فالاخوان خرج السيد من مورا ما استقبلوش الاستاذ وقال بانه غادي يقاضي، غادي يمشي للقضاء. فخرج وقال بانه هذا الاستاذ انا جيت اعتذرت منه وهو ما قبلش الاعتذار ديالي وانا كبرت وهو ما كبرش. كيفاش كبرتي انت وهو ما كبرش؟ باش من حقك تتكلم مع راجل في المقام ديال الاب ديالك اولا بهذه الطريقه؟ وباش من حق يا قليل الترابي وقليل اللحيه كتكلم مع راجل اللي استاذ قراك ولا ما قراكش، استاذ عنده واحد المكانه قدسيه في المجتمع ديالنا؟ حنا كنحترموا الفقيه والامام والمؤذن وكنحترموا الاستاذ وكنحترموا الشرطي، كنعطيوهم واحد الوقار ماشي خوفا، احتراما الحيوان، احتراما. فين كابر انت؟ فين كبرتي؟ فين هما والديك؟ فين هي الام ديالك اللي ما تجمعها ماشي انا نكون الام ديالك ودير هاد الفعل وتدخل عندي للدار نجمعها معاك بالتصرفيقه، نشبع فيك التصرفيق. يعني قليل الترابي وقليل الاصل، لانه هاد الام اللي ما غاديش تربي هاد الولد اولا تكبر وتشوف هاد الولد بهاد الهيئه وبهذاك اللباس وبهذيك المشيه وبهذاك الشيء، وكيدخل عندي الدرب للدار وكيخرج، وكنشوف في راسي انني تربيتي مشات خلا، وهاد الاب اللي كيشوف راسو ان تربيته مشات خلا. مشات خلا الاخوان. واش لهاد الدرجه؟ واش نتوما واش ما بقاتش الكبده؟ ما بقاتش؟ راه من الصعب جدا انك تولد وتكبر وتعطي جهد كبير وعمر وحياه باش تشوف واحد النتيجه وما تشوفهاش، حتى في التربيه حتى في الاخلاق. بلا ما نتكلموا حنايا ان الدري يقرا ولا ما يقراش ولا، ولكن ابسط حاجه التربيه الاخلاق الاخوان ما تكونش عندك. وانا كأم واب واسره نقبل هذا الشيء؟ راه ما يمكنش الاخوان، راه لا يعقل. فالاخوان السيد حلف ما يتنازل ليه، السيد ما غاديش يتنازل، السيد حلف حتى انه يديه للقضاء، خصوصا من مورا الفيديو ديال الاعتذار الغريب جدا. الفيديو ديال الاعتذار اللي خرج كيف كنقولوا كيستهزئ بالاستاذ، كيستهزئ بيا الاخوان استهزاء. فهذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو. ما تنساوش تخبطوا معكم ديك لايك، تابوناو في القناه وقولوا لي شنو الراي ديالكم في الفيديو اللي دار ديال الاعتذار الاخوان، الناس اللي شافوا الفيديو ديال الاعتذار.